بعد إدانة المجرد ب6 سنوات، مريم الأبيض تساند مواطنها وزميلها سعد المجرد برسالة مطولة عبرت فيها عن صعوبة الأيام التي عاشتها جراء الحكم القاسي تجاه المجرد، وصفة الحكم بالغامض والقاسي مع تشديدها أن المجرد بريء، قائلة إن الحكم صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي، رغم أن الفحص الطبي سلبي، بما معناه أن الفحوصات الطبية التي أجريت للشابة الفرنسية لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية، مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه الفنان المغربي سعد المجرد بحسب تعبيرها، خاتمة كلامها بعلامة استفهام جراء عدم إدراج هذا الدليل داخل المحاكمة. Le jugement qui a été rendu par la Cour d'assises de Paris est un jugement qui est très surprenant. Il est très surprenant parce qu'à l'absence de tout élément matériel, de toute preuve, de tout élément médical, il a été décidé de privilégier le récit d'une parole plutôt que d'une autre. Personne n'était dans la chambre du Marriott ce soir-là. Deux personnes racontent deux histoires différentes. L'une raconte une histoire de viol, l'autre raconte une histoire d'une altercation intervenue entre les deux.